هنا قصير جدا ولكنه مفيد إلى حد ما. إن كنت تعاني من ضبابية الصور في مدونة البلوجر، فهذا الأمر في الحقيقة هو مزعج إلى حد ما. عندما تقوم بنشر بعض المقالات على مدونتك أو على الووردبريس، ولكن فيما بعد سوف تلاحظ أن الصور لا عليها ضبابية، وتكون جودة الصورة رديئة إلى حد ما، وهذا بالفعل سوف يؤثر على مدونتك وعلى قيمة المدونة وعلى محركات البحث في جوجل. إذا الطريقة سهلة جدا، كل ما عليك هو الرجوع إلى المشاركة. عندما تلج إلى هذه الصفحة، إلى صفحة المشاركات، كل ما عليك هو الضغط على الصورة، الضغط على هذه الأيقونة، ثم تختار الحجم الأصلي للصورة. نعم، تقوم باختيار الحجم الأصلي للصورة، ثم تقوم بالضغط على تعديل، ثم تعديل، وتقوم بعملية ريفريش للصفحة، وأكيد الصورة سوف تظهر جودة أحسن من التي كانت عليها من قبل. إذا كان هذا هو الشرح لهذه الحلقة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو مفيد، وإلى حلقة أخرى.